الله وبركاته. انا دلوقتي هعرض لكم فيديو من اخر حفلة ليا يوم 9/1 اللي فات. كان في مشهد ارتجالي انا وكان معايا واحد اسمه حسن، كان بيقلد اصوات فنانين. دخلت معاه في المشهد وطلع جميل جدا، وهسيبكم تتفرجوا عليه وتقولي تاني ان شاء الله. يلا بينا. خليها مني. عايز ايه؟ انت عايز ايه مني؟ انت عايز مني ايه؟ انت قلت لي هات لي سندوتشين من عربيه الكبده بتاعتك وما لقيتش عربيه الكبده. انا ما فهمتش حاجه من اللي انت قلتها يا لمبي. ما انت كده بقى. انا مش هجيب لك موسى يا لمبي. يا عم ما الناس هتبدا لا تتخانق. لا 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 مفيش نوسه. اما خلاص ما خدتني وانت شفت منك المره اللي فاتت وقعدت تقول لي وانت عايزني ننا وبرضه ضحكت عليك واديتنا من الناحيه الخيار. ركز معايا. انت غلطان يا لمبي. انت عارف ليه؟ ليه يا عم؟ ما بتجيبش سيره فرنسا خالص. يا عم ما فرنسا ما شفنا يا عم بقى. يا عم ده الراجل يسعد بقى يا عم في ايه؟ راجل مين؟ اما خلاص بقى رئيس فرنسا؟ ما تخافش، رئيس فرنسا مش هيزعل. يعني مش هتاكل كبده. عايز حابب تاكل ايه بقى تاني لما خلاص صندوق الكبده بتاعنا ده؟ والله يا لمبي دلوقتي بقى في سوشي يا لمبي. سوشي. ايه السوشي ده؟ سمك ني يا لمبي. يعني ناخد ني يعني ايه يعني ناخد ني؟ تاكل تجيب سمك ني كده، اكله يابانيه بيتقطع ويتحط ايه على الرز وكل يا لمبي، بس ني يا لمبي. يا عم انت بتاكل اكل بايظ؟ فرنسا يا لمبي. يعني ناكل اكل بايظ يعني ولا ايه؟ انت عارف فرنسا عملت امك لما شافت السوشي؟ عملت امي؟ عملت ايه؟ مش امك، لا امك فرنسا. ماشي خلاص. انت منوره الدنيا كلها يا ام. قالت السوشي يا لمبي. قالت السوشي؟ فرحتنا في اليابان يا لمبي. يا نهار اسود. لا ده انا اديك بوحه بقى كده اجيب لك وزتين يا من عند فالنتينو. يلا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بقى دي صفه الرحم. بقى كده انت سيستني ان قالوا جايبني على المسرح عشان تعزلني قدام الخليه. بقى كده يعني تقول لي سوشي ومش سوشي. جايب لك تقل منه يعني ولا ايه يا عم الحاج؟ لا يا عم الحاج انا عايز يعني انا هحكي لك حاجات احسن من السوشي يابا. عايز اقول لك على حاجه مهمه يا بوحه. قول يا عم الحاج خلقتنا النهارده وعايز مننا ايه؟ بطل جزاره واشتغل في السوشي يا بوحه. السمك مهم يا بوحه. يا عم بلا سوشي بلا موشي. ده انا رحت عند فالنتينو كلت من عنده وزتين اهو. قمت جايب رعبيهم يا عم الحاج. كلت الوز دخل الضرب جوه البطل فوار يابا. اطمن يا حسن، مفيش سمك بيتعمل سوشي يهودي يا حسن. يا ده لسه قلنا يعني ايه يا عم الحاج ده؟ يعني هتاكل عراقي يعني ولا ايه؟ الوز بس هو اليهودي. الوز بس هو اليهودي؟ خلاص يا عم الحاج انت عمال تقول لنا وز يهودي وز عراقي. يا اخي ناكل حتى بط مشوي ناكل اي حاجه يا عم الحاج. انت هو عايز تكلم مين تاني يا بايا؟ كلم مين انا؟ عايز تكلم مين؟ يا حسن جبت قطاطا؟ يا عم قطاطا مين دلوقتي؟ قطاطا زمان نايمه. قطاطا يا ده ده في السوشي يا قطاطا. يا عم دوني ايه؟ احنا ما جبناش دوني ده من ايام التلفزيون. السوشي يا قطاطا. مش هجيب لك سوشي يا قطاطا. يا عم هات لي سجاير. طول ما انت بتحب مني سجاير ربنا مش هيكرمك ابدا. يا ده انت مين يا جعفر؟ انت بقالك 20 سنه يا قطاطا مش عايزه تبطلي السجاير. يا عم اسال كده خالتك مرخيرك اسالها كده ولا قطاطا عملت معاك ايه؟ كنت بديلها البرسيم كانت بتلف على ان هو مخدرات. قطاطا انا عايز اقول لك على حاجه يا قطاطا. اتفضل يا استاذ. هتستحملي الخبر اللي انا اقوله لك ده يا قطاطا؟ يلا مين اللي مات؟ لا ما حدش مات يا قطاطا. انا عايز اقول لك يا قطاطا ان انت جاي لك عريس يا قطاطا. يلا ده انا متجوزه الملك فاروق يا عم الحاج. ازاي يا قطاطا؟ ده انت زي القمر يا قطاطا. يا ابني القمر ايه وانت ايه؟ خليك يا راجل بكاش كده اوعى تتبكسي. هجوزك واحد اسمه قطوطه. قطوطه؟ يعني قطوطه قطوطه؟ يبقى قطوطه تتجوز قطوطه. موافقين؟ طب ان انا اجيب لك هتروحوا فرح يعني؟ اجيب لك ان بنتي ناقشه في الموضوع ده عشان ما بقاش تاخد اي قرار. عشان تخلفوا قطايط صغيرين. يا ده ايه ده دولوني ده؟ قطايط. يا عم انا اجيب لك ان بنتي تعالى يا واد تفتح في كرسي يا صفوت. انت سعادتك جاي بتقول لي حد اضافه عمال تقول دلوقتي تتجوزي مش عارف مين ومش عارف مين. انت سالم الفلوس ولا انت تمام؟ ما كلماتك دول سمعت عشان دي متجوزينها الملك فاروق. بص يا تفتح عايز اقول لك على حاجه تفتح. اموري يا عم تقول لي ايه خلاص عايز تقول ايه؟ تفتح انت في كل الحروف يا تفتح. يا عم انت مش قدك مش عاجبك اطلع بره. ما تقوليش قدك ومش قدك. انا اطلع بره يا حسن يا اطلع بره. ده انا متقمص الشخصيه. انا هقول لك على حاجه يا تفتح. امورني. لا خلاص يا تفتح. لا مش هجيب لك هديه عيد ميلادك. لا يعني انت هتجيب لي عيد ميلاد؟ انت اصلا مش عارف يعني ايه عيد ميلاد اصلا. لا والنبي يا عم عارف هديه عيد الميلاد؟ عارف
ده فاكره عيد الاضحى. طب انا هديك اسماعيل ياسين بقى يقول لك عايز ايه؟ والنبي يا استاذ زيزو انت وهو عمال تتكلموا على مين؟ مام باب ايه يا عم الحاج انت وهو؟ اسماعيل امورني يا انت غالي. بتنهى يا اسماعيل. يا عم انت بتقول ايه يا عم؟ انت جاي تقول ولا ايه؟ هو انت بتنهى يا اسماعيل. لا يا اسماعيل، لا يا اسماعيل، فاتتك دي يا اسماعيل، ما تنهاش يا اسماعيل. انت مش حمار يا اسماعيل. انا مش حمار؟ ايوه. طب انا يعني انا مش حمار؟ انت بتغلط فيا ولا ايه؟ انا مش حمار زي انا مش عارفني. يعني ايه؟ ما فهمتش حاجه. ده الاستاذ عبد الباسط حموده غنى اغنيه ده فيها على نفسه بقاله 15 سنه ولسه بيقول انا مش عارف. استاذ زيزو عسليه. انا حابب اسمعكم كده حاجه صغيره من اغنيه تقريبا كلكم انتوا عارفينها بصوتي المتواضع، والاستاذ زيزو هيقدمني مذيع، يقدمني اللي انا اغني انا لكم. بس عايز اقول لكم حاجه، كل الديالوج اللي حصل بيني وبينه ده والله ما متفق عليه من دماغنا اقسم اكيد بالله. عليه خالص، وده الحمد لله شطاره منه ثم مني. الحمد لله. عجبكم يعني؟ ايه يا حسن بتعمل ايه يا حسن؟ عايز اغني لهم اغنيه ما كده شفناه، ايه لغة. رأيكم فيه؟ انا شايف ان هو، انا عن نفسي يعني الشخصية، طلع ان هو بمنتهى الجمال زي ما شفتوا، وجميل ومضحك ومبهج. طبعا الحاجات اللي بتطلع ببساطة وتلقائية بتبقاش فيه احسن منها. طيب استنوني ان شاء الله، انا هعمل سلسلة فيديوهات تحكي عن الحفلات اللي عملتها. تاني حاجة، اللي شاف المقاطع في الحفلة يقدر ان هو يشرفنا في الحفلة اللي جاية بإذن الله. استنوني وهعلن عنها. يا ريت بس في الاخر ما تنسوش من الاعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة، واستنوا مني كل جديد. شكرا.